سأل سؤال بسيط جدا: ليه الدول بتقوم وبعد كده تنهار؟ ليه الإنسان بيعمر ويبني وبعدين يخرب؟ عارف اللي يقولك التاريخ بيعيد نفسه؟ الراجل ده غالبا بيكون لسه خارج من حلقة خيانة أو حرب أو الترند على التيك توك. بس لو في حد قال الجملة دي وهو فاهم، افتكروا انه هيكون ابن خلدون. يعني لو قابلته دلوقتي ممكن تقول له: يا عم ده احنا لسه بننهار لحد دلوقتي. ابن خلدون كده بيرد عليك وبيبتسم وبيقول لك: انا كنت قايل لك ده من 600 سنة. انا محمد ناصر، ودي اول حلقة من سلسلة هتغير نظرتك للتاريخ وكمان نظرتك عن نفسك. ابن خلدون اتولد سنة 1332، يعني من شوية كده قبل الثورة، قبل ثورة الطاعون الاسود اللي خلت اوروبا كلها او نص اوروبا حتى تقول يا ساتر يا رب. ومن تونس بقى، بلد الزعتر والزيت والمثقفين، بدأ رحلته الجميلة مع العلم والسياسة وكمان الخيانات والمؤامرات. الراجل ده اشتغل في بلاطات كتير زي ملوك المغرب والأندلس، اتسجن واتخان اتعلم وهو في عز القلق والخذلان والناس اللي بتلف عليه. قرر ينعزل، طلع كده قال: انا هاخد شوية غفلة واقعد في قلعة في بني سلامة في الجزائر. قال خلاص كده بقى انا هكتب اللي محدش كتبه. وساعتها كتب مقدمة مش لأي كتاب، كتب مقدمة لتاريخ العالم. بس لما بدأت الناس تقرأ المقدمة دي لقت ان ابن خلدون بيكتب عننا احنا وعنهم، مش عن التاريخ. عارف لما تبقى تعبان من الدنيا كلها وتقرر خلاص بقى تستقنيص وتقعد علشان تكتب وتفهم نفسك؟ هو عمل كده بالظبط، بس الفرق من ان هو كتب عننا احنا، كان بيكلمنا احنا. ابن خلدون سأل سؤال بسيط جدا: ليه الدول بتقوم وبعد كده تنهار؟ ليه الإنسان بيعمر ويبني وبعدين يخرب؟ وليه كمان عقلنا ده بيكون ساعات يعني ضدنا مش معانا؟ كل ده بقى كان من راجل قاعد لوحده بس دماغه مليانة أسئلة، وهي في الحقيقة أسئلتك انت وأسئلتنا كمان، بس لو احنا واخدين بالنا ونركز شوية في الموضوع. المقدمة دي مش مجرد صفحات هنقرأ الصفحة ونعديها من غير ما نفهمها، لكن الصفحات دي محتاجة تتشاف بعين تانية، محتاج تتشاف إن هي مراية دي بتوضح لك حاجات عن نفسك وعني وعن كل الناس، لأننا في النهاية شبه بعض. وزي ما قلت لك، ابن خلدون ما كانش بيتكلم عن التاريخ ده، كأنه كان بيقرانا احنا من جوه دلوقتي. ولو بصيت في المراية دي تلاقي نفسك موجود انت وأهلك وبلدك والناس اللي معاك وفيسبوكك كمان. بس تعالوا كده قبل ما نغوص في المراية دي ونبص فيها، تعالوا نرجع لأول كلمة ابن خلدون كتبها. قال لك إن العقل وسيلة مش دايما دليل. يعني إيه؟ وكمان قال إن التكرار بيخدعنا. يعني باختصار كده، مش علشان أي حاجة بتحصل قدامك كذا مرة يبقى ده الصح. هو كان بيقصد إيه؟ بيقول لك يعني العقل مش دايما عاقل. استنى معايا الحلقة الجاية هنفك أول شفرة من مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون كان شايف إن العقل ممكن يضلنا، وإيه علاقة كمان ده بالتكرار وباللي إحنا بنعيشه؟ لما تعرف ده يمكن تبدأ تعرف شوية عن نفسك وتفهمه، وتفهم كمان إزاي في ظل اللي إحنا عايشين فيه ده العالم بيكرر نفس الأخطاء وبيوصل لنفس النتيجة. لو وصلت لهنا عايزك تعملي لايك وشير وتعليق تقول لي رأيك فيه، ومع بعض كده نفكر في هل ابن خلدون يستاهل فعلا الحفلة اللي معمولة دي عليه، ولا ليك رأي تاني؟ استناني الحلقة الجاية وبس كده، سلام.